الأسطورة كرم جابر يشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس. الأرجنتين تفوز على البرازيل في مباراة الفجر، مباراة اللي انتهت بهدف أوتاميندي للمنتخب الأرجنتيني، عشان الأرجنتين تبقى متصدرة تصفيات كأس العالم ب15 نقطة من 6 مباريات. أما بقى البرازيل فمعاه 7 نقط، وهو في المركز السادس من فوزين وتعادل و3 هزائم على التوالي. مدربنا مارسيل كولر مرشح لجائزة أفضل مدرب في العالم من جلوب سوكر. محمد الشناوي لاعب النادي الأهلي وحارس المرمى مرشح لجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر. النادي الأهلي مرشح لجائزة أفضل نادي في الشرق الأوسط من جلوب سوكر. المدافع عمر فايد المحترف في الدوري التركي المصري مرشح لجائزة أفضل مدافع شاب في العالم من جلوب سوكر.